السلام عليكم احبابي في الله. كنتمنى تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. المهم انا رجعت لكم بفيديو تاني وكنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم كنتمنى تعملوا لي اشتراك وتخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم، ولا عندكم شي سؤال خليوه لي في التعاليق وغادي نجاوبكم ضروري. المهم احبابي في الله، الفيديو ديالي اليوم، المهم انا الفيديوهات ديالي هادفه، يعني كنبغي لكم الخير، بغيت لكم الخير ماشي غير في الدنيا واخره يعني، واسال الله لي ولكم التوفيق. المهم باش ما نطولش عليكم، الفيديو اليوم عباره عن دعاء حديث وعد من الله سبحانه وتعالى، آية. المهم ما نطولش عليكم، الحديث ودعاء ودعوة ووعد من الله سبحانه وتعالى قال عنها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقسم الحبيب رغم أنه الصادق الأمين ولا يحتاج للقسم، ولكن يقسم لعظمة هذه الدعوة أو هذا الدعاء، ويقول: والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن قط إلا فرج الله همه. فيا من تراكمت عليه الديون، ويا من صدره ضيق وهم في صدره ضيق وهم وغم، ويا من عصيت ربك ومولاك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، ويا من أغلقت عليه أبواب الرزق والصحة وأبواب الزواج والوظيفة، ويا من هو مسجون، ويا من ظلمك، ويا من لم تجد علاجك عند الطبيب. فهنا دابا كاين بزاف الناس كيمشيو للطبيب ما كيلقاوش العلاج ديالهم، مسجونين وهما مظلومين. والعلاج في دعوة، سواء أي حاجة كنتي كتقلب عليها، العلاج عندك في واحد دعوة، هي دعوة حدثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. تخرجك من أي مشكلة أنت فيها، في أي مشكلة تخرجك فيها. ويا من لم تجد علاجك عند الطبيب، ويا من اسودت حياتك، خصوصا هذه الأيام كثروا المشاكل والضغوطات وخا ما كاينش المشاكل، الناس كيحسوا بان عندهم مشاكل، الناس كيحسوا بانهم كلهم مشاكل، الاكتئابات، يعني الناس عندهم كل شيء وخاصهم كل شيء، يعني كتحس بان هي الدنيا عند الله سبحانه وتعالى ما ساوياش جناح بعوضه. ولكن حنا الناس حنا كاملين بحال كنا مشكله كنكبروها وكنا. المهم احبابي في الله، اي مشكله عندك الله سبحانه وتعالى كيقول لك ان مع العسر يسرا، دائما العسر تبعه يسر دائما، وكن مع الله يكن معك. المهم فابشر. دابا هاد الدعاء اللي كنهضر لكم عليه هو دعاء كيغفل عنه الكثير، بزاف الناس غفلوا على هاد الدعاء، وهاد الدعاء مذكور في القرآن وفي الاحاديث وفي كل شيء. هو دعاء اللي ممكن يخرجك، يقلب لك حياتك من ظلام الى نور، من تعاسة إلى سعادة، من أسود إلى أبيض. يعني هاد الدعاء راه يبدل لك الحياة ديالك. كتمنى هاد الدعاء ما يخطكش كل نهار يوميا. ولكن الدعاء أنتم عارفين شروط الدعاء. المهم خصوصا هاد الأيام راه كثروا المشاكل وكثروا الضغوطات واللي عنده شي مشكل ولا عنده شي حاجة وقع فيها، فأبشر ثم أبشر ثم أبشر. فوالله وبالله وتالله وتصديقا لكلام الله جل علاه ولكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب المصطفى. والله سترى العجب العجاب بإذن الله، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وعد ليس حديث صافي، هو وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه هذا الدعاء غينجيك الله من الغم. الله سبحانه وتعالى قال، ماشي أنا اللي قلتها، ماشي الحديث اللي قالها، الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم وعدك بأنه غينجيك من الغم بهذا الدعاء. ولكن يا أخي ويا أختي، تقول الدعاء بلسانك ما ينفرج الهم. أي حاجة كنقولوها باللسان ديالنا ما كتنفرجش الهم، ما كتنجحش. فيا عباد الله ويا أحبابي في الله، أي دعاء بغينا نعملوه، أي عمل، أي حاجة كنعملها من قلب ديالنا، يعني بالإيمان ديالنا، القلب ديالنا في الإيمان ديالنا، يعني من أي حاجة نجو نعملوها
كنعملوها بقلوبنا، ماشي غير باللسان وصافي. يعني ماشي الواحد دعاء كيقولوا بلسانه، لا، ناجي ربك بقلبك. حيت واخا غتقولوا بلسانك ما غاديش ينفرج الهم، ولكن يا أخي ويا أختي، تقول الدعاء بلسانك ما ينفرج الهم، ولكن ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الفارج هو الله، مع انكسار القلب وإدلالك لله سبحانه وتعالى. يعني تقول الدعاء ولسانك متواطئ مع قلبك. والدعاء يا أحبابي في الله، الدعاء هو الذي، أتدرون ما الدعاء يا أحبابي في الله؟ أتدرون ما الدعاء؟ هو دعاء في القرآن، دعاء في الأحاديث، هذا الدعاء يا أحبابي ولعظم شأنه، هذا الدعاء هو دعاء ذي النون الذي أخرج يونس من الظلمات الثلاث، أخرج يونس من ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت الذي التقمه لما قدر الله عليه أن يقع في جوف ليل، في جوف بحر، في جوف حوت، وانقطعت به الأسباب في بطن حوت، وانقطعت به الأسباب في ظلمات بحر، وانقطعت به الأسباب إلا سبل من يسمع سره ونجواه، هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما كتخفاش عليه شي خفيه، فيما كنتي كيسمعك، تهدر او ما تهدرش كيسمعك، وخصوصا مني كتطلب وكتستنجد به كتلقاه. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشده. فسيدنا يونس عليه السلام كان يعرف الله في الرخاء، فعرفه الله في الشده بدعاء، وسمعه الله والملائكة من فوق 7 سماوات وهو في قاع بحر في بطن حوت. وهذا هو الدعاء الذي أخرج يونس من بطن حوت في قاع بحر. أتدرون ما الدعاء يا أحبابي في الله؟ وهذا الدعاء لا تغفلوا عنه، فإنه يبدل حياتكم إلى نور. يبدل لك الحياة ديالك إلى نور من ظلام. هو الناس كاملين عايشين في الظلام دابا، ممكن ما الناس كاملين في بطن الحوت، واخا الحوت كل واحد واش من بطن داخل له، فهمتي؟ ماشي بالضروره تكون داخل بطن الحوت وفي قاع بحر وفي يعني ممكن انت في قاع الدنيا وراك واقع في مشاكل كأنك في بطن الحوت. المهم يا احبابي في الله، انا كنتمنى لكم الخير، وبغيت هاد الدعاء ما يخطاكمش، وانا بغيت لكم غير الخير وكنتمنى لكم الخير يا احبابي في الله. صلوا على الحبيب المصطفى باش تسمعوا الدعاء يا احبابي في الله. لما سيدنا يونس خرج غضبان من القرية التي لم يؤمن به أحدا، خرج غضبان من غير إذن من الله سبحانه وتعالى، والرسل كاملين خاصهم ما يخرجوش من شي قرية حتى يأذن لهم الله سبحانه وتعالى عاد يخرجوا. ملي خرج ما ظنش أن الله غادي يعاقبه ولا غادي. المهم هو مشاركب في واحد السفينة، وديك السفينة الله سبحانه وتعالى أمر بالبحر باش يكثروا الأمواج ويكثر البرد ويكثر هادي، وديك السفينة كانت أصلا عامرة. ملي طلع اول السفينه صافي السفينه كانت كتغرق صافي. الناس قرروا بانهم خصهم ينزلوا الامتعه كاملين، ينزلوا يرموهم في البحر، نزلوا كل شيء والو، السفينه كتغرق. شافوا شنو غيعملوا؟ خاصهم يغامروا بشي واحد الانسان يصفي يطيحوا في البحر. شافوا حتى عياو، قالوا شكون اللي غادي نقدروا نسيبوه في البحر؟ ما عرفوش شكون اللي لم يؤمن به احدا. خرج غضبان من غير اذن من الله سبحانه وتعالى، والرسل كاملين خاصهم ما يخرجوش من شي قريه حتى يأذن لهم الله سبحانه وتعالى عاد يخرجوا. ملي خرج ما ظنش ان الله غادي يعاقبه ولا غادي. المهم هو مشاركب في واحد السفينه، وديك السفينه الله سبحانه وتعالى امر بالبحر باش يكثروا الامواج ويكثر البرد ويكثر هادي، وديك السفينه كانت اصلا عامره. ملي طلع اول السفينه صافي السفينه كانت كتغرق صافي. الناس قرروا بانهم خصهم ينزلوا الامتعه كاملين، ينزلوا يرموهم في البحر، نزلوا كل شيء والو، السفينه كتغرق. شافوا شنو غيعملوا؟ خاصهم يغامروا بشي واحد الانسان يصفي يطيحوا في البحر. شافوا حتى عياو، قالوا شكون اللي غادي نقدروا نسيبوه في البحر؟ ما عرفوش شكون اللي غادي، حتى واحد ما غيسخاو بها، راه الموت هذه انها الموت. قالوا نعملوا قرعه. ديك قرعه طلعت في سيدنا يونس المره الاولى.
ما قدروش وشافوه رجل صالح ورجل طيب ما قدروش يرميوه. المهم عاودوا عملوا قرعة مرة تانية، والمرة الثالثة كتطلع غير في سيدنا يونس، فعرف أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، فرمى بنفسه في البحر، فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمر حوتا كبيرا فالتقمه، وأمر الله الحوت أن لا يخدش لحمه ولا يكسر عظمه، يعني السجن يبقى غير في السجن تحت البحر وفي بطن الحوت كأنه. ولما أفاق سيدنا يونس وجد نفسه في قاع بحر وفي بطن حوت، فناجى ربه، عرف ربه، لأن عرف تما ما كاينش اللي غيعرفه، كيعرف غير الله سبحانه وتعالى، وعرف لأن انقطعت به السبل صافي، ما كاين لا اتصال حتى شي حاجه بحال دابا حنا كنعيشوا، ما كاين والو. تما سيدنا يونس ناجى ربه، ما قالش يا ربي انقذني ولا يا ربي خرجني من بطن الحوت. شوفوا عظمه، شوفوا الذكاء، وشوفوا الاحترام، وشوفوا سيدنا يونس باش غيطلب الله سبحانه وتعالى. قال لا، عرف راسو عرف راسو عمل خطأ، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني الدعاء فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله، يعني أنت هو الله وأنت القادر على كل شيء، وعظم الله سبحانه وتعالى وحدوا يا أحبابي في الله، لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله أحب إلى الله من كل شيء. مني قال لا إله إلا الله ماشي قالها قولا وسفرا، قالها من قلبه، يعني عني بها بأن لا إله إلا الله، كيشي إله غير الله سبحانه وتعالى. سبحانك يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى ولعظمة الله ولكماله وصفاته وكل شيء، لأنه عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة، وكان من المصلين، كان من الذاكرين، كان من المؤمنين، كان من كل شيء. سبحانك إني كنت من الظالمين، فالاعتراف بالذنب، اعترف بأنه راه أذنب، بأن اعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين. وهذا ماشي جبته أنا من راسي، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية عن رسول صلى الله عليه وسلم عن سعد بن وقاص قال سمعت رسول الله يقول اسم الله إذا سئل به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، دعوة يونس بن متى. قلت أهي ليونس خاصة؟ هذا سعد بن وقاص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذه الدعاء ليونس خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب المصطفى، قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، هذه لسيدنا يونس، ولكن وكذلك ننجي المؤمنين هذه ليلنا احنا المؤمنين. فهمتوا يا أحبابي في الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى أجاب سيدنا يونس في البلاصة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يعني سيدنا يونس كان في غم وفي هم وفي ضيق وفي بطن حوت وظلمات، 3 ظلمات، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة قاع البحر. كيف قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فاستجبنا له، الله سبحانه وتعالى استجاب له ديك الساعة ونجاه من الغم، وقال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني حنايا هذا وكذلك ننجي المؤمنين ديالنا احنا المؤمنين. والله يا أحبابي هذا الدعاء ليس دعاء عادي، فيه توحيد لله وتنزيه وتعظيم وإقرار بالذنب. والله يا أحبابي لا يبقى هم ولا غم
وأنت تردد هذا الدعاء. كيف يأتي الغم والهم إلى قلب مؤمن؟ ومع هذا الدعاء أسأل الله أن يفرج همي وهم كل مهمومين، وأسأل الله التوفيق لي ولكم. وكنتمنى يا أحبابي في الله إلى عجبكم فيديو دعموني باشتراك، وكنتمنى تقبلوا عليا حيث باقي ما عنديش المعدات ديال التصوير، وباقي ما عنديش، باقا مبتدئة. وكنتمنى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وبلغوا عني ولو آية، وكنتمنى تشاركوني في هذا الأجر. وهادشي اللي كنتمنى منكم، وكنتمنى ما تخذلونيش. وكنتمنى يا احبابي في الله ربي يوفقكم ويوفقني، والاجر ديالنا كاملين، وربي يوفق الجميع. وكنطلب الله يفرج على كل مهموم ومغموم، ويطلق كل سراح مسجون، ويشافي كل مريض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة صغيرة ولكن تفتح لك بزاف الأبواب. كنتمنى ما تحيدش من الحياة ديالك، ونصح بها الأقارب ديالك والأحباب ديالك، ولك جزيل الأجر. وكنشكركم، كنشكر كاملين الناس اللي كيدعموني، وكنزيد نأكد عليكم تعذروني على التصوير وعلى الإمكانيات الضعيفة. ايوا، والخير القدام إن شاء الله. وبسلامة إلى فيديو آخر، وبالتوفيق للجميع.